تاني يوم صحيت من النوم لكن ما لقيتش الكتاب جنبي. فتشت جنبي كويس ودورت في محيط الأوضة لكن برضه ما لقيتهوش. دورت على صديقي في البيت لكن هو كمان ما كانش موجود في البيت. قلقت فكلمته على التليفون، لكن ما ردش عليا. فغسلت وشي ونزلت بسرعة على مكان عيادته وطلعت بسرعة على أمل ألاقيه هناك، مع إنه مش وقت الشغل بتاعه، لأنه متعود يشتغل بالليل مش دلوقت، والساعة كانت لسه 3 الظهر. وفعلا ما لقيتش حد، ولقيت باب العيادة مقفول. حاولت أكلمه أكتر من مرة على الموبايل لكن ما ردش. ده زود قلقي أكتر. فاستنيته يومها في الشارع تحت مكان العيادة عشان أكون في استقباله، وبالأولى سؤاله ليه مش بيرد عليا، وأسأله برضه عن الكتاب اللي صحيت ما لقيتهوش جنبي. رحت الكشك قريب من مكان العيادة وطلبت من البياع حاجة أكلها، وبعد ما أكلت رجعت تاني لمكاني. وعلى الساعة 4 العصر جه الممرض اللي شغال في العيادة مع الدكتور، واستغرب وجودي قدام العيادة. فطمنته وقلت له أنا مستنيكم تفتحوا عشان عايز الدكتور في حاجة مهمة قوي ومش هتحتمل تأخير. رد عليا بابتسامة وقال لي أهلا بيك في أي وقت، لكن الدكتور مش جاي العيادة النهاردة. هو كلمني وقال إنه مش جاي. استغربته شوية وقلت له هو ما قالكش حاجة تاني؟ طب أنت جاي ليه النهاردة مادام هو مش هيجي؟ رد وقال لي ما أنا كل يوم باجي العيادة أنظف المكان، وأوقات بيقول مش جاي وبيجي يشتغل عادي. يعني هو ممكن يجي؟ طب هو كلمك إمتى؟ كلمني من ساعتين كده. بصيت على ساعتي وشكرته وقلت له إن هعدي عليهم مرة تانية، لكن لو جه الدكتور عرفه إني جيت هنا عشان أشوفه، وخليه يرد على التليفون عشان بكلمه كتير وما بيردش. طمني وقال لي حاضر. سبت مكان العيادة ورحت على بيتنا، قلت ألحق أروح في النهار، مش متخيل المكان بالليل، وبقى ضرورة إن أسيب البيت حتمية. لكن مش عارف أجيب الموضوع ده إزاي لأختي ولوالدتي، خصوصا إن ذكريات أمي أغلبها تقريبا في البيت هنا. وصلت للبيت وطلعت، واتفاجئت لما لقيت أمي وأختي في البيت. انتوا جيتوا؟ الحمد لله إنكم رجعتوا بالسلامة، لكن ما قلتوليش ليه؟ على الأقل أعمل لكم لقمة. ردت عليا أمي باستنكار. ما قلنالكش؟ أنا جاية من اسكندرية على ملا وش عشان خاطرك، بتصل بيك من امبارح على الموبايل مش بترد فقلقت عليك. ثم ايه اللي دهول المكان كده يا آسر؟ ومين اللي خرج الكتب دي كلها من مكانها؟ آسر انت بقالك فترة مش عاجبني حالك، مالك يا حبيبي فيك ايه؟ رديت عليها والدموع في عينيا، وقلت لها ان عايز احكي لهم كل حاجة، لكن انا نفسي مش فاهم اللي بيحصل لي. وبدون تردد هونت عليا واخدتني في حضنها، وبصت لي وقالت لي وقت ما تعوز تحكي انا موجودة، وقت ما تعوز تحكي انا موجودة. حضرت الحمام واخدت دش يمكن افوق من اللي انا فيه، ورجعت اوضتي عشان اجيب الكتاب اللي في البيت عندنا. دخلت عليا امي وسالتني لو كنت لقيت الكتاب اللي بدور عليه من كتب ابويا، وقلت لها لا، ما لقيتش حاجه. كدبت عشان ما تسالنيش عن الكتاب. فرجعت سالتني على اللي كنت بدور عليه في الكتب، فرديت عليها اني كنت بدور على كتب ليها علاقه بالشغل عندي، خصوصا ان ابويا كان شغال في نفس مجالي تقريبا. اتغدينا مع بعض كلنا، وعلى السفره اختي فكرتني ان الاجازه بتاعتي من الشغل قربت تخلص، ويا ريت لو نخرج سوا. قلت لها ان انا اللي هكون محتاج للخروجه دي اكيد. استعدينا للخروج، واحنا نازلين على السلم
جالي تليفون من صديق الدكتور، فرديت فورا: انت فين؟ انا بدور عليك وجيت لك العياده ما لقيتكش، ثم فين الكتاب اللي كان جنبي وانا نايم؟ اعتذر لي في المكالمه انه ما كانش عارف يرد على التليفون، حتى يومها لغى ميعاد العياده زي ما الممرض اللي عنده قال فعلا، وقال لي اي كتاب اللي بسال عليه ده. فرديت عليه بوضوح: الكتاب اللي كان معايا لما جيت لك ابات عندك امبارح. رد عليا: هو ده كتابك؟ انا افتكرته كتاب من المكتبه عندي، عامه انا حطيته من الكتب اللي في المكتبه عندي. فطلبت منه يجيبه عشان اعدي عليه واخده منه، لكن هو اعتذر وقال لي انه في طريقه لأسوان يومها عشان رايح في قافله طبيه وهيرجع بعد اسبوع. قلت له اني مش هقدر استنى اسبوع ولازم اخد الكتاب، فطلب مني اصبر ولما يرجع هيبقى يجيبه لحد عندي. قفلت المكالمه وانا متضايق ومش واخد بالي خالص اني كنت بتكلم قدام اختي. فسالتني: كتاب ايه ده؟ قلت لها ده كتاب عن علم النفس والاجتماع، وده صاحبي دكتور نفسي وكنت هاخد الكتاب منه. آسر، من كلامك في التليفون سمعتك بتقول لصاحبك إنك نسيت الكتاب بتاعك عنده. أيوة، ما أنا كنت واخده من صاحبي دكتور نفسي، وكنت عايز أقابل واحد صاحبي تاني خالص دكتور نفسي برضه عشان أخد رأيه فيه. ردت عليا بهدوء وقالت لي: عامة أغلب كتب علم النفس والاجتماع موجودة على الإنترنت، وممكن تساعدني إن أدور على الكتاب اللي كنت محتاجه، بس هي ما تعودتش إن أكدب عليهم في حاجة. ابتسمت لها باستنكار ورحنا نشرب حاجة على النيل وكملنا خروجتنا. وفي آخر الخروجة قلت لها: انت أختي ومش هقدر أخبي عليكم حاجة، لكن في كذا حاجة بتحصل وأنا مش لاقي ليها تفسير، وأول ما هعرف عنها أي حاجة هاجي أحكي لكم انت وأمي. اطمنت وطلبت مني أمد فترة الأجازة ونسافر مرة تانية لإسكندرية، ووعدتها إني أعمل كده أول ما نرجع للبيت. إيميل طلب مد الأجازة: السادة المديرين، برجاء التكرم بمد أجازتي حيث أنني أعاني من. وسافرنا أنا وأمي وأختي مرة تانية. الطيف، عن قصة حقيقية كتبها مفيد منير ورواها محمد مشالي.